بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب لشيخ الإسلام سيد علوي بن عباس المالكي المكي الحسني رضي الله عنه. حققه شيخ الإسلام ولده السيد محمد بن علوي، عني به ولده الدكتور السيد أحمد وحفيد المؤلف. محتوى الكتاب: ترجمة السيد علوي المالكية، السنة، تعريفها وحجيتها وتاريخ تدوينها، عناية الأمة بالسنة وجهود العلماء في حفظها، علم الحديث، علم أصول الحديث، علم الحديث دراية، فضل علم الحديث وشرف أهله، الفرق بين الحديث والسنة والخبر والأثر، الفرق بين الحديث النبوي والقدسي والقرآن، مقدمة الطبعة الثالثة، مقدمة المؤلف، مقدمة الشارح، الترغيب في طلب العلم وتعليمه وما جاء في فضل العلم والعالم والمتعلم، الترغيب في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال، والترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، الترهيب من كتم العلم ومن أن يعلم ولا يعمل، الترغيب في إكرام أهل العلم والرفق بالمتعلمين وبذل النصيحة لهم ولغيرهم، الترهيب من الكبر والإعجاب، والترغيب في الحلم واحتمال الأذى والعفو والإعراض عن الجاهلين، الترغيب في الوضوء وفي إسباغه وإطالة الغرة وما يقال بعد الوضوء، الترغيب في المحافظة على الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء وفي المحافظة على السواك، الترهيب من عدم الاستنزاه من البول ومن التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم. باب باب ما يقال قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه، والترهيب من تأخير الغسل. باب ما يقال عند دخول المنزل والخروج منه. باب ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه. الترغيب في التيمم، الترغيب في الأذان، الترغيب في إجابة الأذان وما يقول بعد الأذان، الترغيب في المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أول وقتها، الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتها ومن تركها عمدا، الترغيب في النوافل، الترغيب في صلاة الضحى والوتر وتحية المسجد وقيام رمضان، الترغيب في قيام الليل والدعاء والاستغفار فيه، الترغيب فيما يقال في أدبار السجود، الترغيب فيما يقال عند النوم وحين الاستيقاظ، الترغيب في الخشوع في الصلاة وفي إتمام أركانها، والترهيب من الحركة والالتفات في الصلاة، الترغيب في الصف الأول في تسوية الصفوف ووصلها وسد الفرج، والترهيب من رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، الترغيب في الجماعة والإمامة، والترهيب من التخلف عن الجماعة، الترهيب من التطويل ومن أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، الترهيب من سبق الإمام ومن المرور بين يدي المصلي، الترغيب في قصر الصلاة في قصر الصلاة وما يقول المسافر إذا سافر وإذا دخل البلد ورجع، الترغيب في صلاة الجمعة وفي الغسل والتبكير لها والاجتهاد في الدعاء يومها، الترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة ومن الكلام والإمام يخطب ومن ترك الجمعة غير عذر، والترغيب في قراءة سورة الكهف يومها، الترغيب في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في يوم الجمعة، والترهيب من تركها، الترغيب في صلاة الاستسقاء والكسوف، والترهيب من قول إنسان مطرنا بنوع كذا وكذا، الترهيب من لبس الحرير للرجال إذا لم يكن بهم حكة ومن التختم بذهب، الترغيب في لبس البياض من الثياب وفيما يقول من لبس ثوبا جديدا، والترهيب من تطويلها، الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة، الترهيب من إطلاق النظر ومن الخلوة بالأجنبية ومن النظر إلى الأمراض الحسن لغير حاجة شرعية، الترغيب في الاستغفار والتوبة وإعادة المريض، الترغيب في الخوف والرجاء وإحسان الظن بالله تعالى، الترغيب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله، وفي تشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والصدقة عنه والوقوف عند قبره والدعاء له، الترغيب في الصبر لمن مات له ميت وفي التعزية، والترهيب من الجزع وشق الجيوب، الترغيب في أداء الزكاة والترهيب من البخل بها، الترغيب في الصوم وفي حفظ الصائم لسانه وجوارحه من المخالفات وفي الإكثار من الخير في رمضان، الترغيب في تعجيل الفطر وفي السحور وتأخيره وقيام رمضان والإكثار من الخير فيه وإتباعه ستا من شوال، الترغيب في صوم يوم عرفة والتسعاء وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وفي الاعتكاف. باب أدب الأكل والشرب وما يقال بعد ذلك وما يقول الصائم إذا أفطر، الترغيب في الحج والعمرة والترهيب من الرفث والفسوق فيهما، الترغيب في اكتساب الحلال والإجمال في طلب الرزق، والترهيب من الحرام، الترغيب في الورع وترك الشبهات وفي السماحة في البيع والشراء والتقاضي والقضاء، الترغيب في الصدق والنصيحة ووفاء الكيل والوزن، والترهيب من بخس الكيل والوزن ومن الكذب والغش والخيانة، الترهيب من بيع الحر والتفرقة بين والدة وولدها ومن تلقي الجلب والنجش والسوم على سوم غيره ومن احتكار الطعام، الترهيب من الربا، الترهيب من أكل مال اليتيم ظلما، والترغيب في كفالة اليتيم والإحسان إليه وإلى المستضعفين من المؤمنين، الترغيب في الشكر، الترهيب من ظلم المسلمين والسخرية بهم وسوء الظن بهم واحتقارهم ولعنهم والطعن في أنسابهم، الترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم والمن بالعطاء عليه والافتخار والبغي، الترغيب في الصلح بين المسلمين، والترهيب من التقاطع والتدابر والحسد والتجسس والغيبة والنميمة، الترغيب في الوفاء بالعهد والوعد وفي أداء الأمانة، والترهيب من الغضب والغدر والخيانة، الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدب ذلك، الترغيب في السخاء والإيثار وذم البخل والشح والحرص والأمل، والترغيب في الوصية، الترغيب في الاستخارة، الترغيب في النكاح وفي حسن المعاشرة والعدل بين النساء، الترغيب في النفقة على الزوجة والأهل والعيال، والترهيب من التبذير في الإنفاق، الترغيب في الإقراض وفي إنظار المعسر، والترهيب من ارتكاب الدين المؤدي إلى الإفلاس، الترغيب في أن ينوي المستقرض أو المتزوج الوفاء والمبادرة
إلى قضاء الدين والترهيب من عدم ذلك. الترغيب في الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. الترهيب من قتل الإنسان نفسه أو غيره ظلما مسلما أو معاهدا. الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم. الترهيب من الزنا واللواط وإتيان البهائم. الترغيب في حفظ الفرج واللسان. الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها. الترهيب من السرقة وقطع الطريق. الترهيب من تصوير الحيوانات. الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من الشفاعة فيها والترغيب في الشفاعة في غيرها. الترغيب في بر الوالدين وصلة الأقارب والجيران وإكرام الضيف. الترغيب في الجهاد وفي طلب الشهادة وما جاء في فضلها. الترغيب في إعداد القوة وفي الرباط والحراسة وحبس الخيل في سبيل الله وتجهيز الغازي. الترهيب من الفرار من الزحف ومن الغلول ومن ترك الغزو والجهاد. الترغيب في الإعتاق وفي الإحسان إلى المملوك. الترهيب من الحلف بغير الله تعالى ومن اليمين الكاذبة وكثرة الحلف بالله وإن كان صادقا. الترغيب في أداء الشهادة وطاعة ولاة الأمر في غير معصية. والترهيب من كتمان الشهادة وشهادة الزور ومخالفة ولاة الأمور. الترغيب في دعاء الكرب والهم والحزن. الترغيب في المراقبة والمحاسبة. الترغيب في الإكثار من ذكر الله. الترغيب في الطب. باب ما يقول الإنسان في آخر المجلس. خاتمة المؤلف. أهم المصادر ومراجع محتوى الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.